بس انا كنت متاكد ان هي عامله زي رميه القوس، لو بترجع لورا هتطلع. صح. انا ما ارتبطش عاطفيا بفكرتي. هل الكلاينت فاهم ما بين الفروقات في الكواليتي؟ سربرايزنجلي انا كده الكلاينت هيجي لي وانا كده عامل 100%. ازيك يا هاني؟ ازيك عامله ايه؟ انت بتحب الناس تقول لك محمد ولا هاني؟ هاني على طول. عامل ايه؟ كله زي الفل. انت behind the scenes يعني، او قبل ما نقعد في الانترفيو قلت لك على كل الاسباب اللي انا بسببها قلت احنا لازم نقعد مع بعض في التسويحه. بس انا مش عايزه ابدا الانترفيو بالاسباب دي، هو الناس هتعرف الاسباب دي واحنا بنتكلم. عايزه ابدا اكتر انه انت بدات ازاي. انت بالنسبه لنا الاكزامبل بتاع الفريلانسر اللي ما كانش عايش في القاهره. انت زي ما انا فاهمه انت عملت ري الوكيشن، يعني بقيت بتوين القاهره، صح كده؟ والمنوفيه. احكي لنا بقى كده من الاول، اللي هو انت كنت في الكليه وعملت ايه عشان تبقى بتشتغل فريلانسر، وازاي فتحت شركاتك. احكي لنا بقى الموضوع. شركاتي ما تكبريش الموضوع يا دكتوره رب. بصي، انا الاول انا اسمي محمد هاني. انا فيلم ميكر، عندي 26 سنه. تمام. بالك قد ايه بتعمل فيلم ميكنج؟ 5 سنين مثلا شغال أوكي. فيلم ميكر. تمام. الموضوع انا خريج تجاره انجليش، حاجه مالهاش علاقه خالص تمام يعني. مالهاش علاقه خالص بالموضوع. بس هو الموضوع كنت وانا صغير. كانت مامتي نفسها تطلع ان انا مهندس دكتور زي اي يا نهار ابيض، ده الانترفيو اللي قبليك بالظبط قالت نفس الكلام. عادي أهلي زي كانوا اي بيقولوا- حد أيوة. يعني، فاهمه اللي هو يعني انت لازم تطلع مهندس دكتور، كانت في نفسها وظايف يعني. تانية. وانا ما كنتش حقيقة شاطر في المدرسه يعني، ما كنتش يعني انا خيبت املهم الصراحه في الموضوع أوكي. ده، ما عملتوش خالص. فكنت دايما محطوط، كانوا دايما ولاد خالتي في المدرسه اشطر مني وكده، دخلتك جايب درجات اكتر منك. بالظبط. فاهمه، حتى في المدرسه كانوا مدرسين اللي هو مش انت بنت خالتك رانيا وايه، انت مش شاطر زيهم ليه؟ انت ما انت بتداس على وشك. فكنت دايما محطوط في قالب الطالب الفاشل، او ان انا فاشل. اوكي. وانا ما كنتش حابب الموضوع ده يعني. مم. كنت اللي هو انا حاسس ان انا يعني عايز ابقى بطل العالم في حاجه، بس مش عارف ايه الحاجه دي يعني. بس انا حاسس ان انا جوايا بوتنشال، واللي هو حد بس يديني فرصه في حاجه غير المذاكره، عشان انا المذاكره دي مش سكتي. اوكي. يعني اي حاجه بس، وانا ان شاء الله هبقى بطل العالم، بس مش عارف بطل العالم في ايه. اوكي. فكنت كل 6 شهور بطلع في موضه، يعني مره لعيب شطرنج، مره لعيب كوره، مره لعيب تنس، سكواش، العاب قوه، اقعد اعمل ماجيك بالكوتشينه، ستاند اب كوميديان. في حاجات اكيد يعني عملتها وانا مش فاكرها دلوقتي اقولها لك، بس كانت كل 6 شهور. طول الوقت بتجرب انت عايز تشتغل ايه؟ عايز تطلع ايه لما تكبر؟ عايز ابطل العالم في حاجه. مم. وكل حاجه اخدها ابقى فعلا بجد ملتزم فيها جدا، واقعد اتفرج على توتوريالز ليها، وابقى خلاص بقى اللي هو انا رقم 1 في العالم في الموضوع ده. بفضل ورا الحاجه لحد ما هي واخده بالك تروح جايه كده ايه، قافلة قافله في وشك. بابها في وشي، خبطه في مناخيري، مرجعاني 3 متر لورا، اللي هو انا مش عايزاك، اللي هو انا وانت دونت ميكس. سواء بقى من كوره، تنس، سكواش، ستاند اب كوميدي، العاب قوه، ماجيك، حاجات كتير قوي عملتها. فاللي هو ايه، انا وانت دونت ميكس. أوكي. فكنت بفضل وراها، وبجد كنت مركز فيها قوي، زيها زي حتى زي الفيلم ميكنج يعني. نفس الاجتهاد اللي اجتهدته في الفيلم أوكي. ميكنج اجتهدته في الحاجات دي، يعني انت بس عايز ما كانش تقول فيه لنا فرصه. انه الفريلانسرز عامه مش لازم يبقى اللي هو وانت في الكليه انت عارف انك عايز تتخرج، انت عادي انت ممكن تفضل قاعد كتير مش عارف انت هتبقى ايه لما تكبر. هو بس هو عموما انا الرحله اللي انا بقول لك عليها دي بدأ معايا من اعدادي يعني، مش من الكليه. الموضوع ده بدأ معايا من اعدادي. بس اللي انا عايز اقوله ان انا مثلا بقيت في الاخر فيلم ميكر، تمام، ونوعا ما حققت يعني حاجات لطيفه فيه يعني. في ناس كتيره مثلا تقول لك انا مش عارف الباشن بتاعي ايه، او مش عارف انا عايز ايه. مم. فانت عشان تعرف انت عايز ايه، انت لازم تجرب حاجات كتير قوي. صح. يعني انت مش هتقدر تعرف ان اكتر عصير بتحبه هو البطيخ غير لما تجرب عصير الكيوي والاناناس كل حاجة. والبرتقال والفراوله ليه سنس. والتفاح. فتجرب كل الحاجات دي وتجرب معاهم البطيخ، فتعرف ان في الاخر ان اكتر حاجه انت بتحبها في الاخر هي الحاجات دي. البطيخ. انما مش هتلاقي كده وانت قاعد كده مع نفسك كده، انت الالهام مش نزل قاعد لك وبصيت اللي هو في السما. بطيخ. اه. لا، ده مش هيحصل. فانا قعدت اجرب حاجات كتير قوي لحد ما في حاجه منهم نجحت. لما ايه اللي حصل وانت بتجرب الفيلم ميكنج خلاك تحس انه هو ده؟ to be honest هكلمك بكل صراحه، يا ريت. تمام. جربت في حاجات كتيره منها، حتى الفوتوغرافي، اوكي. تصوير الصور، مم. ما كانتش برضو جايه معايا سكه، الموضوع ما حبنيش. اوكي. الحاجه الوحيده اللي فتحت لي دراعتها شويه هي الفيديو او الفيلم ميكنج يعني. ليه بقى؟
مع اني اجتهدت فيها كلها نفس الاجتهاد عادي. بس هو الموضوع بصراحه بكل بساطه، مش هقول لك ان انا عندي الموهبه الجباره. هو الموضوع كله ان كان الماركت ساعتها فاضي. يعني كان ساعتها لسه اوكي. الفيديوز تبدا تطلع على السوشيال مم. ميديا. مم. كان كان لسه ساعتها بقى. الصور هي اللي اهم حاجه مش كانت هي الصور الفيديوز. اهم حاجه. كانت ساعتها ابتدت الاتجاه يروح شويه للفيديوز. مم. فكان ساعتها الماركت فاضي، ما كانش فيه فيديوجرافرز مم. كتير ولا ناس بتعرف تمنتج كتير. فكان ساعتها الملعب ليك فاضي. وكمان انا بدات في المنوفيه. مم. تمام. فلما بدات في المنوفيه كان ساعتها اللي مثلا بيعملوا يعني الفيلم ميكرز اللي في المنوفيه كانوا يتعدوا على صوابع الايد الواحده. يعني اوكي. مثلا ممكن اكون تاني واحد، تالت مم. واحد، مش عايز اقول الاول يعني عشان مم. اكيد كانت في ناس قبلي يعني. ف فكان ساعتها الماركت فاضي. من الحاجات برضو اللي عملتها علشان يعني كنت كل ما اي مجال عموما بدخله كنت دايما بلاقي الدنيا فيه ساتيوريتد ماركت. مم. هو الدنيا فيه متزنقه، اللي هو يا جماعه خدوني بس جنبكم كده والله العظيم انا شاطر. والله انا هأدي بس لا اديني فرصة. خدوني جنبكم بس كده. ما كانش فيه حتى في الفوتوغرافي اللي هي قريبه من الفيديو جدا. اوكي. كنت ادخل والله يعني كنت بروح مثلا اماكن استوديوهات موجوده هناك في المنوفيه. كنت اتحايل عليهم بس عشان ينزلوني ببلاش بعدتي. ومش راضيين. لا، ما حدش راضي حتى بس يديك الفرصه. مم. مم. فاهمه اللي هو في كتير. فاهمه. فبدات في الفيلم ميكنج في المنوفيه. عشان بس حتى اتشاف فيه عملت حركه كده. كان مش في قصه طويله عريضه بس مش يعني انا مش لازم نحكيها. الغرض منها في الاخر ان انا عرفت ان دايما الناس بتبص للمنوفيه ان هي بلد كلها يعني تراب وجاموسه وحمار وما فيهاش اسفلت اصلا. اوكي. فعملت فيديو قعدت اشتغل عليه 6 شهور. ده كان اول فيديو اعمله في حياتي. بيبين ان المنوفيه وشبين الكوم المكان اللي انا عايش فيه ده هو مش مش زي ما يعني انتم مش متخيلين. مش زي ما انتم متخيلين. عادي مدينه عندنا محلات اكل. عايشين والله. لا داعي لذكر اسمها حاليا عشان في الفتره اللي انت فيها اللي احنا فيها اوكي. دلوقتي لا داعي لذكر اسمها. بس براندات عالميه كتير موجوده عندنا. اوكي. عندنا نوادي، عندنا سينما، عندنا سوبر ماركت. عادي مدينه مش اللي هو زي ما الناس متخيله. زي ما الناس متخيله ان هي تكون كلها اراضي زراعيه اوكي. فاهمه. والفيديو ده عرضته فين؟ الفيديو ده عرضته على السوشيال ميديا عندي على الاكونت بتاعي. ساعتها نزل عمل بوم بس في نطاق المنوفيه وشبين نايس. الكوم. فبدات تتشاف كفيلم ميكر. بدات اتشاف للبيزنس اونرز اللي هم محتاجين فيلم ميكرز يشتغلوا لهم. اوكي. سواء بقى شركات ديجيتال ماركتنج سوشيال ميديا او بيزنس اونرز عايزين يعملوا فيديوز. فكان دايما الحل عشان يعملوا فيديوز كان بيروحوا يجيبوا ناس من القاهره. مم. ودي اصلا برضه ده موضوع احنا موضوع بقى تاني ده اصلا. من اكتر المواضيع اللي عايزه اكلمك عليها اصلا. يعني يجيبوا حد من القاهره. تمام. فاللي يجي من القاهره ده بيبقى الكوست بتاعته غاليه طبعا جدا وبادجت. وعشان يجي المنوفيه بتبقى صعبه شويه. فانا كنت عايز اعلن عن نفسي اللي هو يا جماعه انا معاكم واحد هنا اهو بعرف اصور ومنتج. مش تدفع له ولا مليم. مش هاخد منكم كتير. ايوه. بس ايه بيبقى في شويه كبرياء. مش هقعد الف عليكم واحد واحد واقول لكم انا بعمل كذا. ان اوريدي حتى عملت كده. كنت دايما برضو بتواجه بالتجاهل. يعني والله مثلا فاكر برضو محل رحت له في شبين ساعتها وقلت له انا بصور فيديوهات وعامل لك فيديو ببلاش. طيب نبقى نسال صاحب المحل. طب يبقى عدي علينا المدير يكون موجود. هو اصلا في مشكله كبيره قوي في الفريلانسنج حته اللي ببلاش. انه الكلاينت لما بيلاقي ان اللي قدامه بيعرض عليه حاجه ببلاش يقول دي اكيد وحشه. طب يا عم جربني. انت هتضيع لي وقت. انا مش لاقي بالظبط. ويجري بقى ورا اللي يرزعه حته دين بادجت مش طبيعيه. ولو هو ده بقى اللي انا هشتغل معاه. طب ما هو اصلا كتر السعر مش معناه كتر الكواليتي. يعني ما يقستش بقى في الموضوع ده فاهمه. بس شفت حل تاني. تمام. ان انا ازاي اوري نفسي بشغلي للناس دي وهم بعد كده اللي يطلبوني. فقعدت شفت فلقيت في المشكله دي لو عملنا لها الفيديو ده هيحلها. وساعتها كل شبين. طب تعمل بروبلم سولفينج يوزنج فيديو اديتنج. ما تكبرش الكلام قوي كده. حلو قوي. تمام. فعملت الفيديو ده فساعتها عمل يعني اتشاف حلو قوي. جالك بعده كلاينت؟ طبعا كلاينتس. كان من المنوفيه؟ كانت كلها من المنوفيه. ما كنتش عايز اكتر من كده ساعتها. يعني ما كنتش بطمح باكتر من كده ساعتها. جالي اشتغلت في اكتر من شركه بعدها وجالي اكتر من استوديو اشتغلت معاه. وبالفعل الناس اشتغلت معاها. ده اللي كان عمل. اوكي. دي كانت البدايه بقى. اول كلاينت جالك كنت انت متخرج ولا لسه في الجامعه؟ لا لسه في الجامعه طبعا. اوكي حلو. من ضمن التسويحات اللي بنتكلم فيها مع الناس التسويحه بتاعت الدعم. انه ازاي افهم اهلي انه يا جماعه والله انا بشتغل شغلانه حقيقيه. زي ما انت بتقول مش معنى ان انا مش مهندس ومش دكتور ان انا ما بشتغلش.
فازاي بدات تفهم اهلك انه والله انا بشتغل ومش سايب مذاكرتي ولا حاجه، يعني ان شاء الله هنجح هخلص الجامعه ان شاء الله في يوم من الايام يعني. بصي انا لما خلصت ثانويه عامه ما كنتش بحقق فيها نجاح، يعني كنت جايب اوكي. مجموعه مش عارف 79.2 من 10 حاجه كده، اوكي. فما كنتش بحقق نجاح، بس كنت هما كده عارف فاقدين الامل. لا فاهم اللي هو برضو انت ابنهم يعني، فاللي اوكي. هو ف قلت لهم، كنت ساعتها لسه بس ببدا اصور بقى بالموبايل وانزل اصور موبايل فوتوغرافي بقى في المعز وانزلها على الانستجرام. ساعتها كان الانستجرام لسه بيطلع بقى، واكتب تحتها فيسكو اديت فيسكو هاشتاج ومش عارف ايه والحاجات اوكي. دي. فكنت حاسس ان انا نفسي ابقى فوتوغرافر مم. وفيديوجرافر في الحته دي. فرحت قلت لاهلي ان انا عايز ادخل معهد سينما. فشفت نظره في عين امي كده ساعتها اللي من هو كاني هندسه بقول لها اللي هو عايز تخش كاباريه يعني، والله كمان ابدا. مش يعني كمان ما جبتش مجموعه في ثانويه عامه وكمان عايز تخش، ده انت ناوي على البوظان بقى. وطبعا ساعتها ما كنتش عندي القوه ان انا اقدر اقول انا عايز كذا، لان انا ما حققتش حاجه وانت اوريدي برضو مش وطالع واثق. من مرحله فشل في ثانويه عامه. ايوه صح. ومش واثق فعلا في نفسي ان انا اقدر اعمل حاجه زي كده. فاتخطط لي من قبل ابويا وامي ان انا ادخل تجاره انجلش عشان اطلع اشتغل في بنك، اوكي. وانا ما كنتش حابب الموضوع ده خالص. مم. فكنت من داي 1 داخل الجامعه عارف انا لازم في الاربع سنين دول اعمل بورتفوليو قوي، يبقى عندي كلاينتس، اعمل فلوس، اعمل اسم نوعا ما، بس حاجات كده تسندني، علشان بعد ما اخلص الاربع سنين بتوع الكليه دول عارف ان في ميتنج هيتعمل ما بيني انا ابويا وامي ويقولوا لي برافو يلا عليك. عشان نقدم لك في بنك. فانا ساعتها اكون عايز اكون في اللحظه دي انا قوي كفايه ان انا اقول وجاهز. لهم ان انا يا جماعه انا مش هاخد الكارير ده وهشتغل في الكارير التاني ده، بس لازم اكون واقف على ارض صلبه وانا بقولها. انا عاجبني ان انت مش واخد الموضوع من الاتجاه بتاع، لانه في فريلانسرز كتار قوي وفريلانسرز في نص الطريق وكل حاجه بيقرروا مثلا، يعني انت عارف معظم الفريلانسرز بيشتغلوا فريلانسنج جنب مثلا شغل الشركات، فبيجي مثلا يقرر انه خلاص اتس تايم انا هسيب الشركات وابقى فول تايم فريلانسر. بيواجه بقى ريزيستنس فظيعه قوي من الاهل لو هو عايش او هي عايشه مع الاهل، من البارتنر لو هو او هي متجوزين، اللي هو ايه لا ده انت كده تبقى ارزقي، ده انت كده ما اعرفش ايه. فانا عاجبني ان انت بتقول انه يا جماعه حطوا بلان، بدل ما اروح ادبدب في الارض واقول لا انا عايز ده. حط بلان عشان يبقى قدامهم انا بجد شخص عارف انا بعمل ايه، مش اللي هو ماشي على اهوائي. بالظبط. انا طول عمري نايس. يعني طول عمري يعني احط بلان نوعا ما يعني واضح ان يعني زيرو. بس اللي ساعدني واللي انصح بيه اي حد ان انا عملت ده وانا في فتره الكليه. مم. طول ما انت في فتره الكليه عك براحتك عادي يعني، فاهم يعني، لو خبطت في بعض اللي هو عادي جدا، عادي يا جماعه شكرا نرجع كاساتنا ومزيكتنا، ارجع بيت ابويا واخد اكل اوكي. واشرب عنده تمام. وانا لسه في الكليه، فما حدش يلومني على اي حاجه بعملها. مم. فمثلا انت اشتغلت وجبت فلوس خير وبركه، ما مم. جبتش عادي، انا في فتره الكليه ومسموح لي ان انا اقعد اهزر والعب مم. كده. مم. وانا بابايا ومامتي كانوا متفهمين ان انا مش حابب موضوع كليه التجاره ده، واللي هو قشطه جرب يعني. كانوا متفاهمين للموضوع ده يعني، مش ستريس عليه. نايس. جالك اول كلاينت من المنوفيه وبعدين جالك كلاينت كتار وبعدين قررت تيجي القاهره. ايه النقله دي؟ ليه اصلا قررت تيجي القاهره وقعدت هنا قد ايه؟ بصي بالنسبه لاي حد في حته غير القاهره، الميديا كلها، مش الميديا والله، خلينا نتكلم على اي مجال. يعني مثلا لو اي حد مش من القاهره، خلينا نتكلم على ابسط الشغلانات. لو حد بيصلح سباكه، حد بيشتغل في الكهرباء، مبرمج كمبيوتر، اي شغلانه وانس ان هو بيروح القاهره هو خلاص تترقى، طلع ليفل، فاهمه؟ فاللي هو حتى بيجي كده مثلا اللي هو لو مثلا جه المنوفيه تاني او الكلام ده بينطبق انا متاكد على اي محافظه، انا معيش في محافظه ثانيه غير المنوفيه بس متاكد هو ان ده عامه اللي بيحصل. انت بتقوله ده، وكنا اتكلمنا كتير برضو عن الموضوع ده وان اوف كاميرا، ده بيحصل في كل المحافظات. فاللي هو يجي ده بقى سعره اغلى ليه؟ ده شغال في القاهره، يبقى الكلاينتس بتاعته في القاهره، خلاص الكلام ده على ابسط الشغلانات. هو الكلاينت بتاعه لسه في مصر عادي يعني بس اللي هو لا، القاهره انت اترقيت، انت عليت ليفل. شايف ان دي فاهماني؟ ميزه ولا عيب؟ اني حته بالظبط. ان هو لو انت دلوقتي انت عايش في المنوفيه فانت محتاج تروح القاهره علشان سعرك يغلى وبعد كده تقرر تفضل لا هنا هي ولا هنا. انا ما شفتهاش كده عشان سعرك يغلى ولا ما. هو القاهره فيها دايما اكسبوجر اكتر. حلو. لو هنتكلم على شغلانتي، مم. هي الميديا، انا مثلا شغلانتي شغال في الميديا، هي الميديا كلها طبعا في القاهره. مم. طبعا كلها. مم. القاهره سوقها اوسع في كل حاجه. مم. يعني اوسع من اي محافظه تانية، تمام؟ فهي سوقها اوسع، مم. بتتعلم فيها اكتر، فيها خبرات اكتر، البروجكتس اللي بتشتغل عليها بيبقى حجمها اكبر. فدفنتلي القاهره هي تديك علم اكبر. يعني مش ما خليناش نتكلم في حته الفلوس، مش عشان انت تروح القاهره عشان يبقى سعرك اغلى، تروح القاهره عشان تكتسب فرص اكسبيرينس احسن.
اكبر، تشتغل على بروجكتس اكبر. هسألك على حاجة. فريلانسرز كتار قوي قاعدين في كل محافظات مصر، ما عندهمش الرفاهية بتاعة ان انا اعرف الم شنطة هدومي واروح القاهرة. فانت شايف انه ازاي وانت قاعد في المنوفية عرفت تجيب الكلاينت في القاهرة، مع العلم ان انت بتقول انه لما بدأت الماركت كان فاضي، هو كان فاضي في المنوفية ما كانش فاضي في القاهرة. فانت دلوقتي بدأت قوي في المحافظة بتاعتك وعايز بقى تبدأ تظهر وسط بقى ايه، فاهم، اكل بياكلوا في بعض في القاهرة. عملت كده ازاي؟ عادي من على السوشيال ميديا، ما تكبروش الموضوع يعني. دخلت عادي الفيلم ميكرز، انا كنت الناس شايفها اقوى مني، يعني ناس اكبر مني في الشغلانه، فدخلت بعت لهم يا جماعه انا عملت الفيديوز دي وايه رايكم فيها. فكان اول حد بعت له يعني كان حد عنده شركه تصوير رياضه وكده، يعني هو متخصص في تصوير السبورتس بس. فدخلت وبعت له قلت له انا عامل الفيديو ده، كان لواحد صاحبنا برضه بيلعب جيم بقى وبيروح اوكي. بيعمل ضغط كده وحركات، فروحنا صورناه كده في عماره مهجوره وستايل كده وبتاع. فبعت له الفيديو قلت له انا حابب يعني قول لي رايك في الفيديو ده، بما انك انت بتصور فيديوز سبورتس بس. فانت اصلا ما دخلتش قلت له عايز شغل، انت دخلت لا لا تاخد لا رايه لا، في انا الشغل دخلت بتاعك. انا اوريدي عامل فيديو اوكي. وجاي لك بيه، بقول لك قول لي رايك. مم. الله تسلم ايدك عاش قوي ومش عارف ايه. قلت له خلاص يبقى شغلني معاك بقى. قال لي خلاص لما افتح مكتب وافتح شركه ابقى اشغلك معايا. قلت له اوكي. لا عادي مش لازم يعني تفتح مكتب وافتح شركه، خدني معاك كده من خدني دلوقتي. معاك من دلوقتي. قال لي خلاص بتاخد في الايفنت كام؟ فساعتها مثلا لو كنت انا مثلا باخد يعني ايه، كنت باخد طبعا ارقام تعبانه جدا ساعتها. فرحت جاي مزود ايه بقى عشان في القاهره بقى، اه فرحت جاي ايه مزود حبه. قال لي ابروفد ماشي تمام. طبعا انت عايزك بعد ما زودت الحبه ده اكتشفت ان سعر السوق في القاهره اغلى بكتير هو قوي من نسي الحبه اصلا هو دي. بيحاسبني واداني اغلى اصلا يعني فاهم لان انا بعد ما عليت برضو هو نسي، يعني هو بيحاسب الناس باكتر من كده، فهو بيحاسبني راح جاي محاسبني باكتر من كده وما خدش باله، فاهمه؟ اوكي. فساعتها انا قلت له لا انا حسابي كذا ومش عارف ايه. قال لي لا انا بحاسب الناس كده وبتاع. ده كلاينت محترم قوي، احنا محتاجين نحط فاهم اسمه هنا كده، فاهم. نايس. فنزلني هو اول ما قلت له عايز انزل معاكم مش عارف ايه كده. قال لي طب انت بتصور ايفنتات؟ قلت له اصور ايفنتس وبتاع. قال لي طب خلاص هبعتك في شغلانه تنزل تروح تصورها وتمنتجها ومش عارف ايه وبتاع. فنزلت شغلانه في الثانيه في الثالثه معاه، بدات ابني كونكشنز من الموضوع ده، ابتدى يجيب كلاينت. بصراحه يعني في يعني كان بكل صراحه يعني في من هناك اتعرفت على مجموعه من الناس يعني، دول كانوا بقى فتحه الخير، دول لما باجي ادور على اي كلاينت فعلا جالك منين؟ في القاهره هو جه منين، لما بقعد اجيب كده فاهمه اللي هو امشي ورا السلسله كده الاقي في الاخر ان هو جه من المكان ده. اوكي. تمام. فهي ابتدت كده. فانت دخلت على مجموعه من الناس، قدمت كواليتي كويسه، عجبهم هم شغلك، هم حسوا انك انت شخص لطيف، ابتدت بقى من هنا. فقررت. اوكي. انت هنا عملت النقله اللي خلاص انا ما بقتش قاعد في المحافظه بتاعتي، انا بقيت بشتغل مع الناس اللي في القاهره، وذر انا قاعد في القاهره او قاعد بره القاهره. هنا بقى بتيجي التسويحه بتاعت الاستمراريه. تمام، انا دخلت السوق الصعب وفي كومبيتيشن كبيره اند ذاتس ات. طيب ما انت بتبدا بقى، وده نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم عليه قبل كده، بتبدا تشوف انه هو ده شغله اوحش مني بكتير. هو ازاي اشتغل مع الكلاينت ده شغله اوحش مني بكتير، او بلاش اوحش، شغله كويس بس انا بجد احسن بكتير وباين في شغلي. هو انا ما بشتغلش مع الكلاينت ده ليه؟ حلو النقطه دي. بصي لو انا دلوقتي قاعد تمام وقدامي واحد تاني زميلي في الشغلانه، هو انا اوريدي معايا جير واكويبمنت اعلى من اللي معاه، وشغلي احلى منه، واسعاري احلى منه، والكلاينت بيروح له هو ما بيجيليش انا قاعد مستغرب ليه. عايز اسالك سؤال، تفتكر هل الكلاينت ده اصلا يعرف بيك؟ ومش عارف انت في الحياه اصلا. يعني هو مش معنى يعني انت ممكن تكون بتقدم احسن كواليتي باحسن سعر باحسن اكويبمنت، بس الكلاينت ما يعرفش بيك اصلا. هو الكلاينت ما يعرفكش، هو مش ما بيجيلكش عشان انت وحش، هو بيجيلكش عشان هو ما يعرفكش. تمام. فهنا بيجي اهميه دور الماركتنج والسيلز، انك تتطور في الحاجات دي شويه وتتعلمهم. فانك تبدا تعمل ماركتنج لنفسك، تبدا تتعلم شويه سيلز، انك انت ازاي تقدر تجيب كلاينت لو حد داخل بينيجوشيت معاك، ازاي تقدر تبيع له السيرفيس بتاعتك. دي برضو يعني من ضمن الحاجات انك انت اللي لازم لما تيجي تكبر السكيل بتاعك لازم تهتم بيها. يعني في ناس مثلا انا اعرفها، والناس دي هي المثال ده بالظبط، اللي هو هي ناس شاطره جدا يعني كتكنيكال، هم شاطرين جدا ومعاهم اعلى اكويبمنت، بس هم معتبرين ان احنا جبنا اعلى اكويبمنت
وككواليتي الشغل احنا وصلنا لاعلى كواليتي. اكيد الكلاينت هيجي لي، انا كده الكلاينت هيجي لي وانا كده عامل 100%. لا، انت انت مخبي كل حاجه في انت الدرج قافل انت عليها. كفريلانسر انت عندك ده بزنس كامل متكامل. مش معنى انك انت شاطر في التصوير ان الكلاينت هيجي لك، لا، انت في بجانب سيلز انت مش مهتم بيه خالص، جانب الماركتنج انت مش مهتم بيه خالص، لسه في فاينانس انت مش مهتم بيها خالص، البي ار انت مش مهتم بيه خالص، اتش ار لو انت بدات يعني التيم بتاعك يبقى معاك يكبر تيم. مش مهتم بيه خالص. فانك تبقى فريلانسر والشغل يبتدي يكبر معاك، ده بزنس كامل متكامل. ما ينفعش تهتم بالحته التكنيكال بس واللي هي الاوبريشن وتسيب الباقي. صح. لا يعني أوكي. يعني عشان بجد في ناس كتيره فاكره كده ان هو خلاص انا بقيت كويس في التصوير وجبت على اكويبمنت انا كده عامل اللي عليا والزياده، فالشغل ما بيجيش، البلد وحشه والدنيا مش كويسه والناس النفوس مش صافيه ومحدش بيبعت شغل وي يبقى انت ده معناه ان انت ما عملتش حاجه، مش معناه انه فعلا مفيش شغل. انت محتاج بس تغير المايند سيت بتاعتك شويه، انك انت مش عامل 100% من اللي عليك، انت يا دوب عامل 40% 50%. اوكي. لسه ناقص حاجات كتيره قوي انت ما عملتهاش. تسويحة الاستمراريه. ايوه. انت بتكمبيت في ماركت القاهره، كومبيتيتورز كتار، فانت قلت ان انت اول تاسكايه خدتها عملتها بضمير، ما كسلتش، يو وين ذا اكسترا مايل، فالدنيا مشيت حلو. وبعد كده بقى في وورد اوف ماوث. الورد اوف ماوث زي ما هي بتمشي معاك زي ما بتمشي مع فريلانسرز كتار جدا. فدايما يقول لك ما انت بقى علشان الورد اوف ماوث بتاعتك هي اللي تكسب لازم تشوف ايه البصمه بتاعتك في الشغل. بتلاقيها ازاي البصمه دي؟ احنا كده سؤالنا على البصمه ولا على الاستمراريه؟ عشان انا تهت الاثنين. بس. بص، انت دلوقتي بيقول لك عشان تستمر في الفريلانسنج لازم تحدد ايه بصمتك عشان تعرف تستمر. عشان انت لو مش عارف البصمه بتاعتك الناس هتدوس عليك. فهي تول من التولز بتاعت الاستمراريه اللي الناس تقف تقول ايوه يعني اعمل ايه؟ يعني قولوا لي اعمل ايه وانا هعمله. طيب خلينا نتكلم عن سؤال مكبرتي الموضوع. طيب خلينا نتكلم عن الاستمراريه الاول. ماشي. بصي، هو اول حاجه لما انت مثلا انا فيلم ميكر، تمام؟ فالفيلم ميكر هو بيصور ويمنتج، تمام، على السكيل الصغير اللي هو الوان مان كرو اللي هو الفيلم ميكر الصغير ده بيصور ويمنتج. بعد شويه بيبتدي الشغل يكتر، يبقى في ضغط، فتبقى مثلا انت كان في الاول عندك يوم تصوير في الاسبوع، بعد كده بقى 2 3 وبتبتدي تمنتج الباقي، بعد كده بقى 4 5. وقتك خلص خلاص مبقاش في وقت انك انت تمنتج، يعني مبقاش في وقت انك انت تمنتج. ساعتها لازم بتبدا انت تكسباند، تبدا تديليجيت التاسكس بتاعتك دي لحد تاني هو اللي يبتدي يعملها، وده اوريدي هياخد من الانكم بتاعك، بس هو لازم تعمل كده عشان تقدر تكسباند. وهنا هيبقى عندك نفس المشكله بتاعت البصمه، انه الناس مكلمه هاني علشان شغل هاني، بس لما هاني هيديليجيت للتيم بتاعه فاللي هيحصل انه اكس من التيم بيحط بصمته وما بيحطش بصمه هاني، فهو انا مين دلوقتي؟ فكلاينت يجي يقول لك انا عايز شغلك انت، عايز بصمتك انت. لا عادي، ما انا بشرف عليه برضه، يعني انا مش بديله البروجكت واسيبه، يعني أوكي. انا بديله مثلا، لو هنفترض مثلا بديله ريفرنس من شغلي انا، اقول له انا عايز زي ده. لو هو لسه بيبدا معايا في الاول، خلاص هحط له انا الحاجات الاساسيه في البروجكت اللي تخليه يطلع ببصمتي. زي ايه؟ زي المزيكا. يعني انا دايما بشوف ان الفيديو من وجهه نظري انا 40% من جماله مزيكا، 40% الوان، 20% اديت. دي وجهه نظري انا اللي عاملها، الحسبه دي بتاعتي انا، مش هتدور على النت تلاقيها، دي بتاعتي انا. تمام؟ فانا هديله المزيكا والالوان اللي هي تعمل 80% من الفيديو، تمام، اللي يبين ساعتها بصمتي انا، واللي انا برضو بشوفها ان هي بتدي جمال للفيديو. بعد كده اقول له مثلا خلص وطلع لي رف كات او فيرست درافت، واشوفها ابتدي اعدل عليها لحد ما يبتدي يشرب الستايل بتاعي. ساعتها عادي كده خلاص، يبقى هو شرب الستايل بتاعي، مش بروح جاي رميه رايح رمي له الشغلانه، خد الفوتج ادلقها له على المكتب وامشي سلام عليكم، يبعت لي اللينك اروح جاي بعته للكلاينت. مش كلام يعني. مش بتفكر ساعتها انه ما هو كده انا لما هشربه كل الصنعه واسرار شغلي ما هو هيطلع يكمبيت معايا. يعني مع الكلاينت بدل ما يجي يدفع لي دبل اكس هيدفع اكس ليه وصباح الفل. طبعا بتحصل طبعا. بقال الله يا فندم، شكرا الله، بقال الله، بقال الله. اوف حبيبي، بقى في حياتك اخر الاحزان. انا اول ما عرفت جيت على طول. متنساش عندنا شرط زبيط في الويب سايت، عندنا برزنتيشن بكره. احنا في عزاء، هيبقى من الميت دقيقتين واستناك. مش عارف مشروع بكره برزنتيشن. انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. ايجي بانك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز حلول متفصله على طبيعه شغلهم. بتعمل معاه ازاي؟ انت لما تكبر كده كده في ناس هتكبر من وراك، صح، فانت لازم تكون اكسبتبل مع انا عاجبني قوي سنس التصالح مع النفس. يعني لا بجد اي لايك ات.
يعني كنا اوف كاميرا كنا بنتكلم على حاجه بجد عايزاك تقولها برضو قدام الاودينس، انه يا لما رب كنا تكون حاجه بنتكلم كويسه بس عشان لا لا ما ما تقلقش اضمنش. هختار كويس. لما كنا بنتكلم من فكره برضو التصالح مع النفس اللي مخليك عارف تستمر، انه لو انت رحت سالت، انت قلت في الاول اكزامبل، انا رحت كلمت حد جورو، حد شاطر قوي في المجال، وقلت له بص على شغلي، فهو قال لي تعالى، ده عشان انت حظك حلو. بس لو رحت لحد تاني، الشخص ده هيفيل انتميتيتي، يعني هيخاف منك، اللي هو ده واحد جديد طالع شكله هيبقى احسن مني وبتاع، فهيمشي بقى في الاندستري يقول ده انا هاني، ده انا ده ابني، ده ده اللي عادي، بس معلمه. هو ستيل ده بيحصل افري سنجل داي. ما هو انا يعني مثلا ده كان بالنسبه لي جورو ساعتها، تمام. انا بقيت في حته تانية يعني فبقى خلاص في بقيت جورو تاني فبقى في جورو تاني برضه بروح ابعت له برضه، بيحصل نفس الموقف عادي وبيطلع وعادي يقول هاني ده ابني، ده انا اللي معلمه. لا مش لازم يطلع، ممكن ما يردش اصلا، يعني اللي اسوأ من مم. كده عادي ما يردش. مم. او ممكن عادي ممكن ما يردش عليك اصلا، بس عادي، ايه المشكله؟ يعني انا بصي قعدت ماشي كده في حياتي فتره كبيره قوي بمبدا I have nothing to lose. مم. ايه المشكله لما ابعت له؟ ده ممكن ما يردش عليا، ممكن يتنك عليا ومش عارف ايه، يتنك ممكن ياخد هو الكريدت بتاع شغلي مثلا. بس انا I have nothing to lose اصلا، ما عنديش حاجه اخسرها اصلا. ده وانا في البدايه. ايوه ده ساعتها. ده لو انا في البدايه. دلوقتي لا الكونسبت اختلف بقى بقى ازاي بقى دلوقتي. الكونسيبت؟ I have to take the extra mile. يعني انا دلوقتي بقيت شغال مثلا على بروجكتس، تمام. حاليا ما بقتش وان مان كرو، بقيت اشتغل على بروجكتس اكبر شويه نوعا ما. فبقيت فيها بكون انا الدايركتور، ما بقاش ينفع بعد كده ان نبقى انت اللي بتصور وتمنتج مش تعمل وتلون. كل حاجه بايدك. حاليا الحمد لله بقت البروجكتس اكبر نوعا ما شويه، فبقى انت دايركتور، معاك مدير تصوير، مدير التصوير مع كاميرامان مع فوكس بولر، في كرو للاضاءه، في كرو لما بتخلص الاديتنج في بوست برودكشن هاوس بتروح له بيعملوا الاديتنج، وبيبقى في كولرست هو اللي بيلون، السايكل في حد كبرت. بيعمل لما البروجكتس كبرت نوعا ما الحمد لله بعد مجهود كتير في السنين اللي فاتت، فبقاش انت وان مان كرو، لا بقى الموضوع اكبر من كده شويه. لما الموضوع كبر فبالتالي علت تسعيرتك، فانت عندك كلاينت كان بيجي لهاني فبياخد من هاني اكس، بعدين هاني بقى عنده تيم او شركه، فبالتالي نفس الكلاينت ده عايز يشتغل تاني مع هاني، فهاني بعت له كوتيشن بتريبل اكس. بتبرر له ازاي انه انا غليت سعري فور ريزن؟ لا بتجامب ازاي من لا حته لا 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 السعر؟ لا. انا مش عشان بقى معايا تيم ويبقى في حد، لحظه واحده، هنفترض ان انا باخد في الشغلانه دي 10 جنيه، ماشي تمام. حلو. انا اللي كنت بعملها كلها تصوير ومونتاج، تمام. جبت اديتور، الاديتور بياخد 5 وانا اخد 5، مش بروح اقول له انا عايز 15 عشان بقى في اديتور فانا لسه هاخد ال10 بتاعتي. لا، انت عملت ديليجيشن للتاسك دي لحد تاني، فهو هياخد من الانكم بتاعك، وانا قلت كده في الاول، تمام. فهو هياخد 5 وانت هتاخد 5. امال ايه الفرق؟ هو الفرق بس ان المونتاج ده كان بياخد مني يومين، فانا هقدر اشتغل اليومين دول، فهعمل 15، فهتجيب فلوس تانية، تمام. وهقدر كمان اكبر، ممكن ساعتها يبقى سعري بدل ما هو 5 يبقى 7، تمام، 8 لحد ما يقعد يعلى، تمام. فانا مش اللي هو كنت شغال ب10 فانا لازم اخد ال10 بتوعي بقى سواء صورت او منتجت. لا، انت ما دام حد جه اشتغل معاك في البروجكت لازم كده كده ياخد منك. فانا ما غلتش عشان بقى في حد معايا، انا غلتش عشان الكواليتي بقت اعلى. حلو. ما غلتش عشان في حد بقى معايا. الكواليتي بتاعتك لما بتبقى اعلى، دايما اي فريلانسر في الدنيا الشغلانه التكنيكال بتاعته هو الوحيد اللي عارف التكنيكاليتيز بتاعتها، فانت عينك بتلقط حاجات وتقعد بقى تقدر نفسك وتقدر التيم وتقرفهم بقى في حشتهم بقى، اللي هو لا اصلح ده، اللون ده ما اعرفش، والكلاينت اصلا مش شايف اللون. ازاي بتفرق ما بين انه يا جماعه ده الكواليتي اللي الكلاينت عايزها، وده وجهه نظري كفنان؟ جود كويستشن، حلو قوي. فرق ازاي من الحته دي؟ بصي، كنت انا مثلا اجي، كنت في بداياتي لسه في الاول، فكنت مثلا اجي اشتري لينس، فاقول لبابايا بص انا بابا عدستين 50 مللي، تمام، الاثنين 50 مللي، الاثنين بيدوا نفس البرسبكتيف، والاثنين هيصوروا، والاثنين هيطلعوا كواليتي، والاثنين هيطلعوا كواليتي كويسه ساتيسفايد، بس اللينس دي الازاز بتاعها انقى. شايفه احنا فين؟ الفوكس بتاعها بيبقى اسرع، مش عارف بحاجه، الشاربنس اعلى، الالوان حاجات بسيطه قوي. فكنت مثلا اقول لبابايا انا ايه، والله كده كده كنت انا اللي عادي بشتغل الفلوس بتاعتي وانا اللي بجيب، بس كنت دايما بحب اقعد اتكلم مع بابايا عشان بابايا بتعلم منه حاجات كتيره قوي.
فاروح اقول له بابا والله انا مش هجيب اللينس ده، هجيب اللينس الاغلى. فيقعد يقول لي هتجيبها اغلى ليه؟ فاقول له اصل الشاربنس بتاعتها بتبقى بنسبه مش عارف قد ايه طبعا اغلى. انت بتوري له ما بيشوفش الفرق هو مش شايف الفرق طبعا. تمام. فيقعد يقول لي هو يعني الكلاينت فاهم الحاجات دي بسيطه قوي والكلاينت عمره ما هياخد باله منها. بس انا طول عمري لا مقتنع ان الكلاينت هياخد باله منها. ليه بقى؟ هو اول حاجه انت هتزود تفصيله في الكاميرا، بعد كده هتزود تفصيله في اللينس، هتزود تفصيله في المايك، هتزود تفصيله مع واحده تفصيله مع واحده تفصيله مع الكواليتي تفصيله، بتنضف. هتلاقي الكواليتي بقت احلى. ده رقم واحد. مم. رقم اتنين، هل الكلاينت فاهم ما بين الفروقات في الكواليتي؟ سربرايزنجلي بمعنى اوكي. انا دلوقتي لو جبت حد ما يفهمش في العربيات، مم. مامتي مثلا، مع احترامي طبعا لمامتي يعني، بس هي مامتي مالهاش في العربيات يعني، لو جبت لها عربيه لانسر بومه مع احترامنا للانسر بومه، وجبت لها عربيه فراري مم. وقلت لها قولي لي مين فيهم الاغلى، تفتكري هتعرف؟ لا هتعرف. ازاي يعني مش هتعرف؟ ماشي. يعني جبت لها لا تخيل الموقف بجد يعني هتعرف. ما انت بتقول ما بتعرفش عربيات خالص. ايوه ما عادي، يا مامتي بتعرف في العربيات. ماشي. لا طب لا انت بتعرف في العربيات؟ يعني نص نص، بس اكيد هعرف الفرق يعني. اكيد يعني من الديزاين بتاعها كده هتاخدي هيبان. بالك. يعني اللانسر البوم هي ببساطه جدا، هي شافت اللانسر بومه دي كام مره في الشارع؟ كتير. صح. طب شافت الفيراري كام مره في الشارع؟ 3-4 مرات، فاهم. ده ان اه. تمام تمام. فاكيد هتقول لها مين الاغلى، منطقيا هتقول لك الفيراري اغلى تمام، مع ان هي مش فاهمه ان البودي بتاع الفيراري كاربون فايبر فهو بيبقى اسرع، والاكسلريشن بتاعت الفيراري هي افضل، والجير بوكس هنا مش عارف. هي مش فاهمه في كل التكنيكاليتيز دي، مش فاهمه في الحاجات دي كلها. بس لو خليتيها تقعد كده تقول لك مين العربيه الاغلى، هي هتعرف عادي تطلع. فانت بغض وجهة النظر عن نظرك- انت قلتي لا، بس انت بجد لو عقلتيها يس. هي ديفنتلي هتعرف. يعني انت وجهة نظرك انه الكلاينت ما بيبقاش فاهم ايه اللي انت عملته بس علشان هيعرف في الكواليتي الاخر كده يشوف بس هو ان عارف ان ده احسن. يعني لو شاف تو فيديوز مثلا، واحد انت عامله بكواليتي انت مجتهد فيها قوي، واحد تاني لا، ويقول لك ده احلى بس انا مش عارف ليه. هو هيقول لك ده احلى، بس انا ما اعرفش هو ليه احلى، بس هو احلى. ما هو ده بقى يوصلنا للمشكله اللي بعدها او التسويحه اللي بعدها، انه فن فيرسس كوميرشال. انا راجل فنان، انا فيلم ميكر فنان، شايف حاجه بنظره فنيه لذيذه جدا، اجي اوديها للكلاينت يقول لي ايه يا ابني ده مش هيبيع. فهنا بنقف في حته ان انت متمسك قوي بفنك، والفن ده حاجه انا بجد شايفها من نظره فنيه خطيره، بس بالنسبه للكلاينت بقول لك ايه ده ما ياكلش مع الكلاينت بتاعي. بتمانج ازاي؟ لانه خد بالك من حاجه، اي فريلانسر بيشتغل في حته شويه فنيه هو مع الوقت بيحبط فما بيستمرش. انه لا بقول لك ايه، انت اصلا عايزين حاجه كوميرشال روح لحد غيري. بتمانج ازاي ما بين ان انت ما تفقدش شغفك لشغلك من الناحيه الفنيه، وما بين انه اتنين تو بي كوميرشال عشان الكلاينت يشتريها. طيب خلينا نقسم الموضوع ده كذا جزء. اول حاجه، لو انا افترض مثلا في المونتاج مثلا ان انا حطيت ميوزك وشايفها ارتستيك جدا تحفه، وهو الكلاينت شاف ان الميوزك دي مش حلوه، او هتكلم عن المونتاج مثلا يعني شايفها ان الميوزك دي مش حلوه، وانا شايفها من وجهه نظري الارتستيك ان هي تحفه، وتقعد بقى تفهمه هو هيبقى ستيل شايف انه مش عجباني. ايوه. انرجي كتير قوي هتحرقها، ما ينفعش، ما تعملش كده. تعمل ايه بقى؟ بعمل له الفيرجن اللي هو عايزها بالمزيكا بتاعته اللي هو عايزها، وانا بعمل حاجه تانية اسمها دايركتورز جت. النسخه بتاعتي انا بالمزيكا بتاعتي اللي احطها في البورتفوليو بتاعي اللي انا عايز ابيع بيها وعايز شكلي يبان بيها، فاروح جاي حاطط عندي انا في البورتفوليو بتاعي المزيكا اللي انا عايزها. دي اول حاجه. تمام. النصيحه دي في الجون، والله عشان في فريلانسرز كتار قوي بيكلموني اللي هو انا وصلت الليفل ان انا بجد عيني لقطه تفاصيل فنيه لما الكلاينت بيغيرها انا بحبط. طب ما تخلي الاثنين عادي، حط دي في البورتفوليو بتاعك وحط واحده تانية للكلاينت وخد فلوسها، صباح الفل. حاجه تانية بقى، تمام، انا لما اكون شغال على فكره اعلان لسه اصلا وطلعت فيها زبد الكرياتيفيتي بتاعتي ودارس بقى وعامل ورحت اديتها للكلاينت، قال لي مش عايز اعمل اصلا. احنا بقى ما وصلناش بقى لمرحله المونتاج والدايركتورز كات، ومش احنا لسه بنعرض الفكره ولسه عايزين ناخد منه فلوس عشان نبتدي نعمل الفكره اصلا. راجل الفكره دي مش عجباني. مش عجبك؟ ازاي؟ ده انا أيوة. سهران عليها، ده انا طلعت زبد الكرياتيفيتي بتاعتي فيها، يا نهار اسود ازاي مش عجباك؟ انتش فاهمك انت في الاعلانات ولا في على فكره في بجد فريلانسرز بجد بيقفشوا وما بيكملوش شغلانه. انا عندي كونسبت تاني بحاول على قد ما اقدر، دي من التسويحات اللي انا اتسوحت فيها وتعلمتها بعد فتره، ان انا ما ارتبطش عاطفيا بفكرتي. برافو عليك، برافو عليك، الله يحفظك، والله ربنا يخليك. يعني في البيزنس بنسميها اللي هو يعني learn to kill your baby، اللي هو مش عاجبك كلاينت خلاص هعمل ايه؟ بغض النظر عن بشاعه التشبيه يعني، تمام.
ولكن يعني انا مثلا كذلك ده في الاديت، مثلا ممكن اكون عامل اديت ومعجب بيه جدا ومش عاجب الكلاينت، مش لازم ارتبط عاطفيا بيه قوي كده، عادي. الفكره بتاعتي ما عجبتش الكلاينت، مش لازم ترتبط بيه عاطفيا قوي كده. انت مركز على الجول بتاعك ان الكلاينت لازم يبقى ساتسفايد، هو ده الجول، مش ده الجول كده ان هو يطلع كده. حاجه فنيا. ده كده كده. حلو. انا الجول بتاعي يعني ان الكلاينت يبقى ساتسفايد اكتر من ان انا اطلع شغل حلو. يعني هو اهم حاجه انه انت ممكن تطلع شغل حلو مش ساتسفايد، وده بتحصل كتير في ناس كتيره فيلم ميكرز اصحابي اعرفهم. هو يعمل بروجكت تحفه تمام، بالنسبه له انا سلمتك البروجكت واخدت فلوسي وانا شايفه ان انا عامله تحفه والكلاينت شايفه تحفه والدنيا تمام، رجع يقول له بعد كده انا عايز تعديل، يركنه. طب ده انا عايزك ترد عليا في مش عارف ايه. هو بالنسبه له هو بالنسبه له انت طلبت شغلانه وانا عملتها وانا خدت فلوسي وانت كنت مبسوط بيها فعلا، الراجل مبسوط فعلا، بس هو عنده بس تعديل بسيط كده رجع لك بيه بعد 3 ايام عايزك تعمله له. انت ما بترد عليه، قلت له هعمله ما عملتش حاجه، اتخنق منك ومشي بقى، ده كده يقول في حقك كلام مش كويس تمام، في حين انك انت اصلا كنت عامل شغل كويس والراجل كان مبسوط. صح. فانت ممكن ما تكونش عامل اصلا شغل اقوى حاجه، بس التعامل معاه بتاعك مع الكلاينت والاتيتيود بتاعك معاه خلاه يبقى اوف يا لهوي، ده انا اشتغلت مع كريستوفر نولان. يعني بارت اساسي من شغلنا في فريلانس يارد هو ان احنا نكونكت فريلانسرز بكلاينتس، ان احنا من الاخر نجيب شغل الفريلانسرز. كلاينتس كتار قوي بنتحط في حتتين، اول حته انه جبنا له حد تنين مجنح بس بجد مش مريح خالص في التعامل، وجبنا له حد شاطر مش تنين مجنح بس شاطر بس مريح، بيسمع، مهتم بالكلاينت، عارف امتى يرد عارف امتى ما يردش. دايما دايما اللي بيكسب اللي عارف يهندل الكلاينت دايما. فكلامك صح 100%. طب بمناسبه هندله الكلاينت، ايه اكتر عدد تعديلات اتطلب منك على بروجكت واحد؟ مش محدد رقم بالظبط، بس في بروجكتس يعني كنت زمان في بداياتي كنت شغال مع سليبرتي في بدايتي، كنت لسه في ثانيه كليه، وكانت مذيعه مشهوره قوي ليها، يعني ساعه ما قلت لبابايا اصلا ان انا بصور معاها ما كانش مصدق. كانت سليبرتي وكانت بتطلب تعديلات اللي هو كتيره اوفر قوي. عملت ايه؟ اتصرفت ازاي؟ كنت بعملها للاسف الصراحه يعني. ده كان وانت بتبدا، بس دلوقتي وانت يعني انت في نص طريقك، فاللي هو ما هو انا لو مسكت مع كل كلاينت وعملت له 36 تعديل انا حرفيا مش هشتغل. ايوه لا ده صح فعلا. دلوقتي بقيت اعمل ايه؟ دلوقتي اول حاجه خلينا نتفق على ريفرنس معين تمام، انا وانت من قبل ما نشتغل تمام. حلو. وكل شوت تصوره عادي، ممكن لو هو مثلا اعلان كبير مش حاجات بسيطه، الكلاينت يكون حاضر التصوير ويكون قدامه مونيتور ويشوف، وانت مع كل شوت تاخد ابروف من الكلاينت عشان يبقى هو ستيب باي ستيب معاك. لو مثلا حاجات تصوير بسيط مثلا ايفنت او حاجه، فاللي هو مش هينفع اروح كل شوت اروح اوريه له، يعني الكلام ده ينفع في حاجات مثلا اللي هي ماشيه بستوري بورد او كده. واوريدي احنا عارفين عدد شوتات هو 17 شوت رايحين نصورهم، مش اكتر منهم. انما مثلا لو في ايفنت مش هتقدر تعمل كده، لو ايفنت كفرج مثلا، فانت بتتفق معاه على ريفرنس معين، بتقول له تاخد منه بريف على الشغلانه، وريني ايه الشغل اللي انت عملته قبل كده. طب انت اشتغلت مع مين قبل كده؟ طب ايه اللي ضايقك؟ ليه ما كملتش الشغل معاه؟ والله انا اتضايقت منه عشان 1 2 3. فخلاص عرفت هو بيتضايق من 1 2 3. طب انت عايز تطلع ايه من الشغلانه دي؟ طب في حاجه ريفرنس معين، شفت فيديو عجبك مثلا بره مصر جوه مصر، عايز تعمل في نفس الدايركشن تمشي في السكه بتاعته دي، بتبذل مجهود في البريف. لازم. وبعد كده عادي برضه ممكن بعد ما نبذل مجهود في البريف، عشان بس الناس اللي بتسمعنا يقول لك انا عملت كل ده وفي الاخر برضه الكلاينت ليه تعديلات. هو موضوع التعديلات لا مفر منه، وهقول لك ازاي تتعامل معاه بشكل افضل شويه. تمام. بس انا عن نفسي مثلا بقيت ألمت شويه لحته التعديلات، يعني بقول له مثلا اول مرتين تمام، بعد كده باكسترا فيز، علشان لو سبت له الدنيا هيبهدلك، يعني هيبهدلك ويبهدل التيم اللي معاك. حته بقى انا كاديتور شغال على البروجكت جاي لي تعديلات كتير عليه، يعني انا زمان مثلا او حتى التيم عندي بتاع الاديتنج يكون شغال على التعديلات مش طايق نفسه، بيفكرني بالجهاز الكمبيوتر السخن اللي بيرندر، اللي فاهم اللي هو تحط ايدك عليه كده اللي هو مش طايق نفسه، تيجي تدوسي على اي حاجه يقول لك نوت ريسبوندنت، عارفه اللي هو ما تلمسنيش. ففي المرحله دي الاديتور والجهاز الاثنين قاعدين بنفس الطريقه، فاهم اللي هو دونت نوت ريسبوندنج، فاهمه اللي هو لو جيت كلمت مش سامعك. فانا دايما بقيت اقول لهم ايه، بصوا
انتوا بتتعاملوا مع التعديلات عن ان هي مرحله اضافيه هي مع بارت من الشغلانه. البروجكت. انت برافو لازم عليك. تتعامل مع ان هي يعني انت مثلا اول حاجه كده بيجي لك الفوتج تعملها فلتريشن، سelection، تبدا تمنتج، تختار ميوزك، كولر جريدنج، عملت اكسبورت، انت كده ما خلصتش 100%، انت كده خلصت 80%، لسه فاضل 20% دي بتاعت التعديلات. انا مبسوطه قوي انه اخيرا فريلانسرز بداوا والله يعترفوا انا اللي بهذا مبسوط معاك الموضوع. الله انا مبسوط معاك يا دكتوره لبنى، والله العظيم. احنا عندنا مشكله كبيره ان الفريلانسر فاكر ان شغلانته خلصت لما ده السند على الميل وبعت التاسك. انت كده خلصت، يعني هو مش خلص 80%، هو خلص 60%. انت لسه في 40% لما الكلاينت يشوف الحاجه. مشكله الفريلانسرز بالذات الميد كارير، يعني بص، احنا التسويحه مينلي معمول للميد كارير فريلانسرز. ليه؟ عشان البيجنر زي ما انت بتقول، انت لسه بادئ، انت اصلا بتستنشق على كلاينت، فحضرتك دوس على وشي عادي، المهم حضرتك تعمل لي وورد اوف ماوث. بغض النظر عن المصطلحات. انت دلوقتي كميد كارير انا اوريدي عندي كلاينتس كتار، فانا مش فاضي ان انا اقعد ادادي في واحد واحد. بس يا جماعه ده الكونسبت اللي انت بتتكلم فيه. لازم تحط من وقت البروجكت ومن كوست البروجكت من الاول انه الكلاينت ليه راي. انت مش بتسلمه الحاجه وهي دي، يا اما يلا نقفش على الكلاينت. برافو عليك. لاحظ ان انت عندك اكسبيرينس في حته ان انت ازاي تهندل كلاينت. ده معناه ان انت يعني اتداس على وشك كتير في التعامل مع الكلاينتس. بغض النظر عن مصطلح تاني برضه يعني. اكتر مره خيشت فيها مع كلاينت اللي هو بجد كنت عايز الارض تنشق وتبتلعك، عملت ايه؟ حصل اكيد ايه؟ مش حابب اتكلم عن حاجه زي كده خالص يعني. حصل ايه؟ لا مش عايز اقول، لا. طب هقول لك حاجه، قولها من ناحيه غلطه، يعني غلطات عملتها مع الكلاينتس بتوعك فبسببها اتعلمت بالغالي ان ازاي تهندل كلاينتس دلوقتي. فكرين بذكريات مش الطف حاجه. عشان يعني تسويحتك الناس تتعلم منها. اسوأ حاجه عملتها، انا مش عارف قلت لك ولا لا، بس انا بصور ويدنجز يعني. Yes، في جزء من شغلنا يس. كبير ويدنجز. ما صحيتش ولا ايه؟ ما صحيتش، ما رحتش الفرح؟ لا رحت صورت، وبعدين ايه اللي حصل؟ الداتا ضاعت. ايه؟ الفرح ضاع. وبعدين اتصرفت ازاي؟ انا قلت لك مش عايزك تفكرين، انت مصره تفكرين. داتا الفرح ضاعت. انت اصلا واجهت العروسه ازاي؟ يعني ده اصلا دي مصيبه لوحدها. انا قعدت اهرب منها، هي اللي واجهتني في الاخر يعني. هي اللي بقى اللي هو ايه، احنا نستلم امتى بقى، وانا عمال اللي هو يا رب تنسى، يا رب يعني يتطلقوا، يا رب ده صور فرحها مش يعني تنسى. يعني يا رب اي حاجه ما اعرفش، يا رب القيامه تقوم يعني. اي حاجه تحصل، رقم يتمسح من عندها. يعني مستني اي معجزه تحصل الصراحه. دي وبعدين؟ كانت قله خبره مني يعني. ما طبعا. مم. ازاي تفاديت ان حاجه زي كده تحصل بعد كده؟ بقيت دايما على طول، هو كان خطا في انك تنقل الداتا وكده. بقيت دايما على طول اي يعني الاوردر يتصور بكاميرتين، كل كاميرا فيها 2 ميموري، يخلص يتنقل على هاردين بورتبل معاك اتكهربت جامد. كفيديوجرافر، بعد كده يروح على المكتب يتنقل على هاردين هناك كبار. حلو قوي. فاهمه؟ فكانت هندلت بقى الكلاينت دي ازاي؟ هي واجهتك قلت لها ايه؟ بقال لا يا فندم، شكرا الله صحيح. بقال لله. اوف حبيبي، اللي في حياتك اخر الاحزان. انا اول ما عرفت جيت على طول. متنساش عندنا شويه تظبيط في الويب سايت، عندنا برزنتيشن بكره. احنا في عزاء، هيبقى من الميت دقيقتين واستناك. مش عارف مشروع بكره برزنتيشن. انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. اي جي بانك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز حلول متفصلة على طبيعة شغلهم. انت مصره تفكريني باكسبيرينس مش ألذ حاجه. هقول لك ليه. الميد كارير فريلانسرز بيبقوا انا هاب سكيل، انا هكبر البيزنس بتاعي، فبالتالي هشتغل مع كلاينتس اكبر بيدفعوا اكتر، فالغلطه بجون. فمشكله مشكله الفريلانسرز لما بييجوا ياب سكيل او يكبروا البيزنس بتاعهم انه بيبقى خايف يقرب من الكلاينت اللي بيدفع كتير عشان خايف يغلط، فخايف سمعته تتضرب في الارض. ايه ده، انا عمري ما حسيت بالموضوع ده. بالظبط، ما هو ده اللي انا بحاول اوصله، انه انت كده كده تتسوح حتى لو انت ميد كارير، وكده كده هتغلط. هي اللعبه كلها في ان انت ازاي بتهندل الغلط ده وبتحله بعد كده. فاهم قصدي؟ مش عايز تقول لي انت هندلت كلاينت ازاي؟ واضح ان انت ما هندلتهاش. ما تعدي الموقف ده بقى خلاص. اوكي. طيب واحنا ماشيين في الرحله بتاعت الفريلانسنج مستمرين وبنكبر وكل حاجه، بنلاقي ان احنا في حاجه لذيذه قوي عملناها ما كناش قاصدينها بس كبرتنا قوي. فايه الحاجات اللي انت عملتها مع الكلاينت حسيت اللي هو ايه ده، دي بسيطه قوي بس ودتني في حته تانية؟ اسئله صعبه برضه يا دكتوره لبنى انت.
حاجه انا عملتها مع الكلاينت. حاجه عملتها بتلقائيه وبعدين لقيت انه ايه ده، دي بسط الكلاينت ما اعملها مع كل الناس. بص، هو عموما اكتر حاجه تبسط الكلاينت ان يحسك انك انت مش جاي سبوبه. ثانك يو. يعني هي دي انك انت مش جاي تاخد اشتغل على قد فلوسكم. انا جاي عشان عايز اطلع حاجه، مهتم بيك. برغم مثلا لو انا بصور لحد مثلا هو بيتكلم، برغم توترك قدام الكاميرا، وطبيعي ان كل الناس اللي انت بتصورها هم مش مذيعين. ايوه انا صح. حتى صورت مذيعين عادي بيتلخبطوا قدام الكاميرا يعني. انت صابر عليه عادي، هادي خالص، مش بتوتره، مش عمال تقول له يلا الوقت، يلا مش عارف ايه، يلا 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 يلا. يحس انك انت بالنسبه له مش سبوبه جاي اقضي الشغلانه وامشي، لا عايز. بيلاقيك بعد الشغلانه. بيلاقيني بعد الشغلانه. حلو قوي. تمام. فدي اكتر حاجه تبسط Nice. الكلاينت يعني. تسويحه الفلوس، احنا اتكلمنا عن تسويحه الدعم، اتكلمنا مش ناوي على تعدي الموضوع ده على خير يعني. خالص. اتكلمنا على تسويحه الاستمراريه وازاي انت تستمر في وسط كومبيتنج او كومبيتيشن صعبه. تعالى بقى نتكلم عن تسويحه الفلوس. فريلانسرز كتار في نص الطريق بيجي يقول انا عملت فلوس حلوه بس انا مش هعرف اكمل كده. مش هعرف اكمل كده عشان 3 حاجات. يا اما انا مثلا في البلان بتاعتي ان انا هتجوز، فانا مش عارف افتح بيت من فلوس الفريلانسنج، مش عارف اضخ فلوس بشكل كبير. يا اما الكلاينت رايح جاي، يعني في وقت بيبقى عندي كلاينتس كتار وفي وقت ما بيبقاش عندي كلاينتس، فده معناه ان في وقت عندي فلوس كتير وفي وقت ما عنديش فلوس اصلا. والحاجه الثالثه، هو انا هفتح شركه ولا انا هكمل كده؟ ما هو طول ما انا وقتي ايكوال فلوسي ما انا مش هنجح. فالكلكعه دي يقول لك ايه، يبقى كده الفريلانسنج ضحك على الدقون، انا رايح اكمل شغل في الشركه. ممكن معلش، بس انت قلت 3 حاجات، ممكن تقسمهم لي واحده واحده عشان يعني بقى وانا هجاوبك عليهم. اول حاجه، انت دلوقتي انت بتقول انت عندك 2 تيمز، تيم بتاع الويدنج والتيم التاني للبرودكشن او يعني البرودكشن عموما بيبقاش ليه، بس ماشي اوكي تيم. حلو. فانت عندك 2 تيمز وفي نفس الوقت عندك شغل الفريلانسنج بتاعك، وفي نفس الوقت ات سام بوينت اكيد هتبقى عايز تجيب بيت، هتبقى عايز تتجوز، هتبقى عايز. ازاي بتمانج الفلوس بتاعتك كلها وسط كل الاهداف دي؟ بصي، هو اول حاجه لازم برضو زي ما قلنا تذاكر شويه عن الفاينانس. تمام. ما ينفعش الدنيا تمشي كده، لازم كل حاجه تبدا تديجيتايز كل تفصيله في شغلك. يعني كل حاجه في شغلك تقدر، يعني كل الداتا تحولها انتو ديجيتس، لارقام. فلما انت بتقدر تديجيتايز كل حاجه في شغلك تحولها لارقام، تقدر تاخد قرارات سهله، تقدر تعرف ان ده بيخسرني فمش هكمل فيه، ده اللي بيكسب فده اللي هركز عليه. احنا كده هنا محتاجين اديتور ازيد، هنا لا. تبدا بقى فعلا تديجيتايز كل حاجه. بمعنى انا كده عندي مثلا، انا افترض مثلا 4 اديتورز، كل اديتور بيجي عدد ايام كذا، يجي عدد ايام كذا، بيطلع عدد بروجكتس كذا، يبقى في الشهر بيطلع كذا، هو بيقبض كذا، بياخد السالري بتاعه بيبقى كذا، احنا بنكسب كذا، عندنا اكسبنسز كذا. تبتدي كل حاجه تتعمل في ايكويشنز كده وارقام، بناء عليها بتبدا تعرف بقى واحنا بنكسب ولا بنخسر. لان في مشكله كبيره قوي عند فريلانسرز كتير، اللي هو انا شغال، انا ببيع بدخل، بس انا مش عارف امسك فلوس. بالظبط. انا انا دلوقتي معيش فلوس، بس انا دلوقتي بعمل فلوس. الناس شايفاني وعمال ابيع وبتاع، بس اللي هو ببص على حسابي في البنك ما بقى فاضي. ما فين انا ما في شغل طول الشهور اللي فاتت دي. صح. تمام. فده بيجي نتيجه انك انت مش منظم الحته دي كويس، او حته الفاينانس دي. تمام. ات سام بوينت لما تكبر قوي محتاج محاسب، ده كده تمام، كده طبعا، عشان هو اللي يبتدي يهندل لك الحته دي. بس خلينا نتكلم على وانت لسه وان مان كرو او لسه عندك تيم صغير، لازم تبتدي انت تعمل شيتس بيتسجل فيها كل حاجه. الموضوع ده يعني هو ممل شويه، ولو فوتت تفصيله فيه يبقى لازم ترجع للشيتس دي في كل يوم. معلش انا عايزه اقف عند كلمه ممل. ايوه ممل فعلا، بمل منهم قوي. الفريلانسرز اللي في نص الطريق بيبقوا عامل فلوس حلوه وعايز اعمل فلوس احلى، بس انا ببقى فاكر بقى ان دلوقتي وقت الاستمتاع، مع انه انت لسه هتعمل تاسكس ممله قوي ومضطر تعملها، فانت محتاج تتعامل مع الملل علشان تعرف اصلا تعمل فاينانشال تراكنج. ماشي، ما تستمتع وانت شغال برضو. يعني انا اقول لك على حاجه، انا مثلا جيت قعدت في فتره مموت نفسي في الشغل، باخد دبل شوتينج في اليوم، تصويرين في اليوم، ممكن في الشهر مثلا الشهر 30 يوم اشتغل فيه 30 عادي 28 29. تمام.
بعد كده لقيت نفسي ان انا لا انا تعبت، انا مش قادر، انا ما انهكت، انا اصلا مش قادر اطلع كواليتي اصلا يعني خلاص. ما انا كل شوت بروح له مش بحضر له ليه؟ ما انا صح. اصلا مخلص شوت الساعه 3 بالليل والشوت ده الساعه 9 الصبح. انا يا دوب لحقت روحت نمت بكبت الداتا اللي انا صورتها تمام ووديتها للاديتور واديته بريف عن الشغلانه، فمش لاحق ان انا استمتع ولا لاحق ان انا ريفرش ماي مايند، يعني ريفرش ان انا اطلع حاجه جديده. ما انا خلاص اوريدي مستهلك ومش صح. قادر اطلع حاجه جديده. فبدات اقول لا خلاص لازم نحط من يومين في الاسبوع دول بريك عشان تقدر تستمر. تكمل. هتنهار لو ما عملتش كده، هتكولابس يعني. صح. ما تحاولش، هتقع. صح. فمش هتقدر تستمر. فانت لازم تشوف ايه اللي بيريحك وتقدر تعمله عشان تقدر تستمر، لان اللعبه هي لعبه ماراثون، هو مش سباق 100 متر، مش بطوله هنخشها ونجيب لقب ونقعد. لايف تايم. حلو قوي. فهي ماراثون، فلازم تحط لنفسك لايف ستايل تقدر انت تعيش عليه وتكون مرتاح، تقدر فيه تطلع تكون شخص برودكتيف. لو قعدت طول الوقت عمال تودي هتكولابس يعني، هتقع لا محاله يعني. اي اجري. فانت كده جاوبتك على سؤالك ولا لا؟ يس بالعكس، انت جاوبتني قوي، لانه انت كده شايف انه التسويحه بتاعه الفلوس هو مربط الفرس. استحمل ملل ان انت تتراك كل مصاريفك وكل مكاسبك، وانك تديجيتايز كلمه صعبه بس شويه، تديجيتايز كل حاجه في شغلك. هو في مشكله كمان عند الميد كارير فريلانسرز او تسويحه كمان، انه ما بيبقاش عارف ايه اللي بيعمل فلوس حلوه. يعني انا ببقى شغال في كل حته، شغال في كل حته في نفس الوقت، بس انا ما اعرفش فين الكاش كاو بتاعي، فين الحته اللي انا لو عايزه اريح اول ما دلوقتي تبدا شويه تعمل مرحله انك انت تحول كل حاجه لارقام هتشوف ده ويبقى متقسمه في شيتس كده. طول ما هي كده مش هتعرف. انما لو انت في الاخر كده داخل كده في اخر الشهر او في اخر كل كوارتر، بقيت شايف ريزلتس في الاخر توتال كده، توتال من ده والتوتال من ده والتوتال من ده، وبقيت هتقدر تتراك ده، وتقدر في الاخر تطلع انسايتس انك انت ده الكاش كاو بتاعي، ده اللي بيدخل فلوس. صح. ده بس البورتفوليو اللي عشان اقدر اكبر بيه هتقدر تعمل ده. صح. جالك كلاينت، الكلاينت ده مشهور جدا جدا، اوكي، وقال لك اعمل لي الشغل الفلاني وانا هعمل لك ماركتنج والسوشيال ميديا، هتحط اللوجو بتاعي، بس انت تعمله فور فري، هتوافق ولا لا؟ اكيد طبعا. الموقف ده حصل معايا كتير، في مواقف وافقت فيها ومواقف تانية لا. بيزد على ايه؟ بيزد على المجهود اللي هعمله. يعني لو انا بجد هدخل اقدم لك فاليو بجد وبجد انا هقعد اشتغل على البروجكت ده كتير، تمام، يبقى مش هعمله فور فري. لا صعب. صعب يعني. ده قبل كده حصل، اشتغلت مع سيلبرتي، السيلبرتي ده كان سيلبرتي تقيل، وكان قبل كده جاي لي من ريكومنديشن من حد، تمام، فكان بيقول لي انا جايب لك سيلبرتي بس عايزك تعمل له البروجكت ده من غير فلوس. فقعدت معاه. هو السيلبرتي ده قال انا عايز اقعد معاه الاول قبل ما نبدا نشتغل، قبل ما نبدا نتكلم في الفلوس اصلا. حلو. فانا كان عندي فيجن معينه ليه، قلت له والله انا شايف 1 2 3 ونقدر نعمل 1 2 3. اشترى، تمام، انا البادجت بتاعتي كذا. اوكي تمام. بس ليه؟ عشان العين اشترت او الودن سمعت، هو عارف ان انا بجد هقدم له فاليو، تمام، مع انه كان جاي على اساس انه مش هيدفع فلوس. والله ما اعرف ساعتها هو كان جاي على اساس ايه. تمام. بس الراجل اللي عامل لي ريكومنديشن انبهر. هو اصلا اول ما سمع ان انا هاخد فلوس، لو تاخد فلوس عملتها ازاي؟ هو اصلا لو تاخد فلوس، قلت له هاخد فلوس، بس يعني هنقعد في الميتنج واقول له كده. فاللي هو بيقول لي مش هيدفع يا معلم، وبلاش يعني اعملها ليك عشان يبقى ماركتنج ليك. عادي، انا ممكن اعملها في بعض المواقف يعني، بس في الموقف ده انا بجد كنت بقدم فاليو بجد وشغل تقيل. وشغل تقيل وهبذل في بجد فيه مجهود، فمش هقدر اطلعه من الموقف ده بيبقى موقف بيخض شويه وبيسوح فريلانسرز. والله العظيم ما شكيت في نفسي لحظه وانا بعمله، ان بجد كنت عامل شغل قوي وبجد كنت واثق منه وانا بقوله بجد، واللي هو كنت داخل بجد بعرضه، اللي هو بجد لو مش عاجبك ما تاخدوش. بجد كنت بتكلم بالثقه دي، وبجد كنت واثق في نفسي بجد قوي. مش بتخاف من فكره انه ده فرصه النجوميه بقى، ده فرصه بقى ان انا هتشهر بقى وسط الكوميونتي بتاع واتس ايفر بقى، مغنيين الممثلين؟ ما كل الحسابات دي ما دخلتش فيها. انا كل الحسبه اللي داخل فيها انا هعمل البروجكت ده ازاي، ما بفكرش في حاجه تانية غير دي. يعني مش داخل تاني مركز على الجول بالظبط، مش شاغل بالي بجد باي حاجه غير انا هطلعه ازاي وهعمله ازاي وهقدر اعمله فعلا ولا لا زي ما انا قلت.
مش شاغل بالي باي حاجه تانية. تمام. بالنسبه بقى للبروجكت ده، هو كان اوريدي في حاجات بتتاجر فيه وكده، فكنت محتاج اوريدي لازم كده لازم فلوس عشان اقدر اجر الحاجات اللي انا هقدر اعمل لك بيها ده. وحطيت ان انا ما كانش البروجكت هياخد مني وقت قليل، يعني كان هياخد مني وقت كتير، لان انا فعلا بجد كنت عامل فيه مجهود. فما كنت حاسس ان هو لا يعني سليبرتي او كل حاجه، بس انا بجد هبذل مجهود كبير في البروجكت ده، فمش هعرف اطلع. انما لو على قد شغلانه بسيطه هتقدر تجيب ماركتنج ومش هبذل فيها مجهود جبار، هتبقى ما خدتش فلوس بس خدت سيرفيس. قشطه بيس موافق. ففي بعض المواقف وافقت فيها، فمش هو مش مبدا ثابت اللي هو انا رافض او انا مع. بشوف الموقف بقيمه، بشوف انا هقدم ايه وهو هيقدم لي ايه وابتدي. ففي مواقف وافقت فيها ومواقف تانية لا، على حسب انا هقدم ايه. اوكي، انا هرحمك من اسئلتي وهختم ب3 اسئله، 3 بس. 3 بس؟ انت تعملي بالراحه اللي انت عايزاه الدكتوره لبنى. اول سؤال، thanks to freelancing حصل لك ايه؟ ايه السؤال؟ thanks to freelancing حصل لك ايه؟ مش يعني عارفه، ادي السؤال الثالث بقى. للفريلانسنج بايه؟ ودين للفريلانسنج بايه؟ هو خلى قراري من دماغي، يعني في جمله كده اللي هو انا مش حافظها قوي يعني الصراحه، بس اللي هو معناه اللي هو اللي قوته من فأسه قراره من رأسه، حاجه كده. اوكي تمام. فلما انت اللي بتكون انت your own boss، انت اللي بتقدر تجيب الشغلانه وانت اللي بتبيعها وانت اللي بتعمل، فانت بتبقى عندك ثقه بالنفس اكتر انك انا صاحب قراري. نايس، حلو قوي. حاجه عملتها في ال5 سنين كان نفسي بتوع اكون حكيم اكتر من كده واقول الحكمه صح يعني. هنخلي الفريق الاعدادي يطلعوا يكتبوا هنا كده عشان السؤال رقم 2، حاجه في الفريلانسنج عملتها وندمت عليها قوي ولو رجع بيك الزمن ما كنتش هتعملها تاني. وانا عموما شخص ما بندمش كتير. اوكي. عموما يعني انا كشخص، يعني انا بقعد ادرس الموقف قوي وما بندمش الصراحه. بس اكيد بيبقى في غلطات بتعملها في الكارير بتاعك نفسك الزمن يرجع عشان ما تعملش الغلطه دي في الكارير تاني. كنت طلعت القاهره بدري اكتر من كده. اوكي. يعني انا قعدت فتره في المنوفيه، بعد كده طلعت القاهره. مم. لو رجع بيا الزمن هطلع القاهره بدري اكتر من كده. كنت هتسرع الموضوع ده ازاي؟ بان انا ابتدي ابعت يعني كل الخطوات اللي انا عملتها دي هاخدها بدري شويه. مم. حاجه كمان، لو كنت رجع بيا الزمن هبتدي اعمل سبونسر قبل كده. مم. هبتدي يبقى عندي ثقه بنفسي في ان انا اول ما بدات اشتغل كنت بشتغل زي ما تقولي عن طريق وسطه. مم. يعني مثلا كنت بشتغل في الويدنجز، مثلا كنت اشتغل مع فوتوغرافر، الفوتوغرافر ده بيجيب لي اوردرات. مم. كانوا دايما حاطين فيا كده، زارعين فيا حاجه اللي هو انت مش قوي انف انك انت يجي لك يور اون كلاينتس. تمام. لحد ما في فتره انا حسيت لو انا مش قادر اكمل، لان اسعاركم بتاخدوا الفيديوهات بتاعتي بتبيعوها باسعار عاليه جدا، وانا باخد ارقام مش الطف حاجه. فبدات يعني اشتغل لوحدي. دي كانت فتره اصلا بتقع فيها. تمام. بس انا كنت متاكد ان هي عامله زي رميه ايوه صح، القوس، لو بترجع لورا هتطلع. صح. كنت متاكد يعني. لاني حاسس بجد ان انا عندي فاليو بجد وبقدمها، وشايف. وبرده مش ثقه وخلاص، وانت بتبقى اوير بالسوق، بتقعد تدرسه كويس، فانت شايف الكومبيتيتورز اللي هم عندهم شغل، هم بيقدموا ايه وانت بتقدم ايه. وشايف فعلا انت ما تقلش عنهم حاجه. ده بجد مش بطبل لنفسي، انا شايف. أيوة نفسي ان انا فعلا على الليفل ده. على الليفل ده انا اقدر اطلع للليفل ده. وعايزه اطور في ايه. فبدات ان انا اكريت ماي اون بيج، اهتم بالماركتنج بتاعي، اهتم بالسيلز، اذاكر في الحاجات دي اكتر من كده. فلو رجع بيا الزمن هبتدي اخد الستبس ان انا اشتغل لوحدي دي اكتر من كده. وبالذات لان زي ما قلت لك ساعتها كان الماركت لسه فاضي، فكان هيبقى افضل. فساعتها الخطوه ب10. صح. يعني لما بيكون الماركت فاضي الخطوه ب10. صح. البايونير يعني الايد السباقه ليها رزقها. فساعتها كنت ممكن اكون في حته افضل، بس الحمد لله انا مرضي يعني كده تمام، مبسوط زي الفل. اوكي. السؤال الثالث، لو كانت فريلانس يارد موجوده يوم ما انت بدات كانت هتسهل عليك ايه؟ خبر ابيض، ده كفايه بس يعني استاذه لبنى نسمع فيديوهات يعني ده في حد ذاته. لا كانت فرقت كتير. انا مثلا عرفت فريلانس يارد، انا بحب جدا صلاح ابو المجد. اوكي. جدا. فاهمه. ما فيش حاجه اسمها فيديو ليه على النت انا ما سمعتوش. اوكي. 3-4 مرات كمان يعني ريبلاي فاهم. يعني
والله الناس هتفتكرني بأفور وهيضحكوا على اللي انا بقوله ده، بس انا بشغل البودكاست بتاعته وبنام عليها. والله العظيم يعني اللي هو بالليل كده انا جاي مشغل ده انا انا هبعت الكلام ده صراحه. انا يا فاهم لو انا تمام الناس ممكن تسمع اغاني بتاع انا بسمع دخلت الادمان بتاعي النهارده. يعني الناس هتضحك على الموضوع ده، بس بصراحه بعمل كده كتير قوي يعني. اوكي. فهو يعني مثلا كانت الحلقه بتاعته معاكي كانت مفيده جدا بالنسبه لي. نايس. لا كنت ساعتها بقى فعلا اخدت خطوات اكبر في ان انا ازاي هندل الكلاينت وازاي اتعامل معاه وازاي يبقى عندي اعرف اطور في الماركتنج بتاعي وفي السيلز وفي الاتش ار. يعني في الحلقه بتاعتكم دي اتكلمتوا حاجات كتير قوي عن ازاي تدير التيم بتاعك. ايوه صح. انا عندي تيم ماي اون تيم صغير كده، فلا كانت مفيده جدا ليا ان انا اتعامل معاهم. يعني هو مثلا في مره كان قال حاجه، قال انت لما في حد بيشتغل معاك هو شغال معاك، ما انت ما اشتريتوش، هو مش عبد. فهو بيغير في الكونسبت. ايوه صح. بتاع دماغك اللي هو تصدق صح فعلا. بس انت مثلا ممكن ما تكونش بس قعدت مكان الشخص اللي هو بيشتغل معاك ده. صح. فاهمه؟ كان مثلا قال ان عمر ما تتوقعش من دي مثلا من الحاجات الجميله قوي اللي انا اللي بحبها، ما تتوقعش من الشخص اللي شغال معاك في التيم ان هو يبقى عنده نفس الانرجي والسبيريت بتاعتك انت كاونر للبزنس. الا لو كنت بسالك على موضوع البصمه. احنا ما اتكلمناش في الموضوع ده يعني بقى فما تتوقعش منه ان هو هيعمل كده. تمام. فانا كنت دايما برضو ببقى قاعد انت مش شبهي ليه؟ انت هو انتوا ليه كلكم بتصحوا من 7 الصبح؟ انا بنام 4 ساعات بس في اليوم، انتوا ليه بتناموا 9؟ فاهمه؟ فاللي هو مش متحمسين على الصبح. انتوا ليه مش ما بتاكلوش الشغل زي فاللي هو جاب الخلاصه قال لي ما تتوقعش ده. فلا الحاجات دي كانت فادتني كتير قوي. اوكي. تيبس اند تريكس زي دي كتير بقى يعني عند في فريلانس يارد يعني. احنا مبسوطين جدا ان احنا قعدنا معاك النهارده. ده شرف ليا، ده شرف ليا. عايزين نقول للناس اعملوا فولو وسبسكرايب وايه تاني؟ قول لهم وشير. وشير وكومنت. ثانك يو يا هاني، وبجد اتبسطنا جدا في الانترفيو دي. لا اكتر. مقال الله يا فندم. شكرا الله صحيح. مقال الله. اوف حبيبي دايما بقى في حياتك اخر الاحزان. انا اول ما عرفت جيت على طول. متنساش عندنا شرط زبيط في الويب سايت، عندنا برزنتيشن بكره. احنا في عزاء هيبقى من الميت دقيقتين واستناك. مش عارف مشروع بكره برزنتيشن. انت محدش بيعمل لك حساب، احنا عملنا لك بنك. ايجي بانك بيقدم لك فريلي لكل الفريلانسرز حلول متفصلة على طبيعة شغلهم.